السلام عليكم أولادي طلاب الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله هناخد النهاردة الحياة الدينية في مصر القديمة. لما نيجي نتكلم عن الحياة الدينية في مصر القديمة لازم نعرف إيه هي خصائص الحياة الدينية والسمات اللي تميز بها المصريين عن غيرهم منذ فجر التاريخ. الشعب المصري منذ أقدم العصور هو من بيميل دائما للتدين عن غيره من الشعوب الأخرى. الحياة الدينية بالنسبة لمصر القديم هي مجموعة المعتقدات والشعائر والطقوس اللي كان بيؤديها المصري القديم داخل أو خارج المعابد. طيب خصائص الحياة الدينية دي ايه؟ تعدد الآلهة، الاعتقاد في البعث والخلود، الاعتقاد في الثواب والعقاب، السمو للوحدانية. تعالوا ناخد أول حاجة هي تعدد الآلهة. هيقابلني سؤال ويقول لي بما تفسر تعدد الآلهة الفرعونية في مصر القديمة. هيقابلني سؤال ويقول لي بما تفسر تعدد الآلهة في مصر الفرعونية. أقول له لأن مصر قبل توحيدها على يد الملك مينا للمرة الثانية كانت مقسمة إلى مملكتين الشمال والجنوب وعدة أقاليم، وكان لكل إقليم إله خاص به، كان بيقدم له القرابين، بيصنع له التماثيل، بيقيم له المعابد، وكانوا بيلتفوا حوله في الأعياد. وعندما كان أي إله بيعظم شأن مدينته كان أو إقليمه أو دولته كانت بتنتشر عبادته في البلاد، زي عبادة الإله رع في مدينة منف عاصمة الدولة القديمة، عبادة الإله أوزوريس في عصر الدولة الوسطى، عبادة الإله آمون في عصر الدولة الحديثة. وزي ما احنا شايفين يا ولاد ادي خريطة توزيع الآلهة في مصر القديم. زي ما احنا شايفين كل مدينة او اقليم له إله خاص به بيتم عبادته فيه وإقامة المعابد له وتقديم القرابين له. ده بالنسبة لتعدد الآلهة. نيجي للحاجة التانية وهي الاعتقاد في البعث والخلود. هيقابلني سؤال ويقول لي بما تفسر حفظ المصريين القدماء لجثث موتى. ليه كانوا بيحتفظوا بجثث الموتى؟ اقول له لانه كان بيعتقد ان هناك حياة اخرى هينعم بها المتوفي لما يعيد بعثه مرة اخرى بعد الموت، يحيا حياة الخلود. لان قلنا من ايام الدولة القديمة انه كان بيعتقد في خلود الروح ووجود حياة ابدية. طيب هيقول لي سؤال تاني، كيف كان بيحافظ المصريين القدماء على جثث موتاهم؟ اقول له عن طريق التحنيط ووضعها في قبور حصينة اللي هي الاهرامات. طيب بما تفسر تشييد المصريين القدماء للأهرامات في الصحراء. ليه كانوا بيشيدوها في الصحراء ما بيشيدوهاش جنب وادي النيل؟ اقول له لان قلب الصحراء بيسود فيه الجفاف فهيحافظ على الجثث السليمة، غير الرطوبة اللي موجودة في وادي النيل ممكن تبوظ الجثث وبالتالي تتحلل ولن تستطيع الروح التعرف على الجسد مرة أخرى. طيب ازاي احتفظ المصريون القدماء داخل الاهرامات والقبور؟ احتفظوا بايه مع الموتى؟ كانوا بيضعوا مع الميت كل ما كان يحتاجه وما كان يستخدمه طول فترة حياته قبل الموت، زي الطعام والشراب وكل ادواته اللي كان بيستخدمها طول فترة حياته. زي ما احنا شايفين كده ادي مراحل التحنيط المختلفة اللي كانت بتتم على جسم المتوفي لحد ما يتم وضعه داخل التابوت وداخل الهرم. دي كلها مراحل كان بيمر بيها التحنيط عند المصريين القدماء. طيب تعالى بقى معايا نشوف ثالث خاصية هي الاعتقاد في الثواب والعقاب. لما يقول لي كيف كان يتم حساب المتوفي بعد وفاته عند المصريين القدماء؟ كانوا بيعتقدوا ان الروح هتتعرض للحساب فيقف الميت امام المحكمة بتتكون من 42 قاضي بيمثلوا اقاليم مصر المختلفة، وكان بيرأسهم اله الموتى أوزوريس، حيث بيأخذ الميت في سرد كل أعماله الحسنة ويتبرأ من أعماله السيئة.
فكانت تقوم المحكمة بالتحقيق في ذلك. طيب بيتم ازاي؟ في ميزان العدالة، حيث يتم وضع قلب المتوفي اهو زي ما احنا شايفين في كفة، والكفة التانية ريشة الإلهة معاد، إلهة الصدق والحق. لو خفت موازينه يدل على انه بريء، يعني لو الريشة هي اللي كفتها رجحت يبقى هو بريء واعماله كلها حسنة، مصيره يبقى الايه؟ الجنة. تمام. لكن لو رجحت الكفة اللي فيها قلبه يبقى هو شرير، قلبه مليء بالذنوب، ويكون مصيره عذاب الجحيم، حيث بيوجد في ساحة القضاء حيوان مفترس بيمزق أجساد الكافرين. أهو الحيوان ده أول ما الكفة اللي فيها قلب الميت ترجح على طول يهجم الحيوان المفترس على جسد الميت ويمزقه إلى أجزاء ويفترسه عقابا له على أعماله السيئة. طيب نيجي لرابع حاجة وهي السمو إلى التوحيد. هيقول لي سؤال: بما تفسر ترحيب ملوك الفراعنة منذ فجر التاريخ بتعدد الآلهة؟ أقول له: حتى لا تترك السلطة الدينية في يد كهنة إله واحد، وبالتالي هينافسهم في الثراء والسلطان، لأن الملك المقدس بيحب دايما يمتلك في ايديه السلطتين الدينية والدنيوية. لذلك كان لكل قبيلة أو إقليم إله بيعبده، حتى ظهرت فكرة الوحدانية على يد الملك أمنحتب الرابع، أو اسمه إيه؟ أيوة، إخناتون. طيب متى ظهرت فكرة الوحدانية وتوحيد الآلهة في إله واحد؟ ظهرت على يد الملك أمنحتب الرابع، اللي نادى بعبادة إله واحد اللي هو سماه آتون، وكان يعني قرص الشمس اللي بيرسل أشعته إلى الأرض فبيحمل إليها النور والحياة. عشان كده أمنحتب الرابع غير اسمه إلى إخناتون، وأنشأ عاصمة جديدة لدولته سماها أخيتاتون، وشيد بها المعابد المفتوحة للسماء، لأن كان الإله بتاعه كان قرص الشمس، فلازم يبقى المعابد مكشوفة عشان يقدر يشوف الإله بتاعه وهو بيتعبد له، اللي كان بيرمز له بقرص الشمس بيخرج منها أشعة تلتهي بأيادي بشرية بتقدم الخير والعطاء لكل الناس. يبقى ما يجي يقول لي تاني ما هي الحياة الدينية؟ اقول له: يا مجموعة المعتقدات والشعائر والطقوس اللي كان بيأديها المصري القديم داخل وخارج المعبد. يعني في طقوس كان بيأديها داخل المعابد، وطقوس تانية بيأديها خارج المعابد، إما في بيته أو في المقابر. كده الدرس انتهى، واتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوه، ولو في اي حاجة عرفوا